السلام عليكم. شوفوا المخطط الجزائري الخطير باش يشوشوا على كاس افريقيا في المغرب، وشوفوا يا اخواني هذا المخطط اللي بغاو يديروه الجزائر باش يشوشوا على كاس افريقيا في المغرب. نشاهد التفاصيل، ولكن قبل ان نبدا اشترك في القناه وفعل الجرس ودير لايك باش يوصلك كل جديد. لا تزال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تواصل تحركاتها المثيرة للجدل، فيما يبدو أنه محاولة للتشويش على تنظيم المغرب لكأس أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بين 21 ديسمبر 2025 و 18 يناير 2026. وفي خطوة لافتة، كشف وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن نية بلاده إرسال 100 صحفي جزائري لتغطية البطولة بدلا من الحصة الرسمية المخصصة لكل بلد، والتي تقدر ب50 صحفيا وفقا لقوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. وخلال ندوة صحفية أكد وليد صادي أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم طالب رسميا الكاف بمضاعفة عدد الصحفيين الجزائريين المسموح لهم بتغطية الحدث، مشيرا إلى أن كل بلد لديه الحق في 50 صحفيا، لكننا طلبنا رفع الحصة إلى 100 صحفي. وأضاف قائلا: يجب أن نتحلى بالإيجابية لأن الأمر يتعلق بحدث كبير وسنفتخر بالمشاركة فيه، ولما لا ننجح في نيل كأس أفريقيا في المغرب. لكن وبحسب صحيفة أخبار التي نقلت معلومات عن مصادر خاصة، فإن الهدف الحقيقي من هذا الطلب ليس مجرد تغطية إعلامية، بل إدخال عناصر من المخابرات الجزائرية تحت غطاء الصحفيين الرياضيين، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذا الحضور الإعلامي المكثف من طرف الجزائر. وأوضحت الصحيفة أن السلطات المغربية على دراية كاملة بهذه المحاولات، مشيرة إلى أن منح التأشيرة يظل قرارا سياديا للمغرب حتى لو حصل الصحفيون الجزائريون على اعتمادات رسمية من طرف الكاف. وأكدت المصادر ذاتها أن الأجهزة الأمنية المغربية ستتخذ إجراءات مشددة، حيث لن يسمح إلا لمن يستوفون الشروط القانونية بالحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب، في حين سيتم رفض أي طلب يشبه في أهدافه الغير الصحفية. وتأتي هذه التطورات في ظل ازدواجية المواقف الجزائرية، حيث سبق للسلطات الجزائرية هناك في الجزائر أن منعت وسائل إعلام مغربية من تغطية أحداث رياضية وسياسية احتضنتها الجزائر في الماضي، بل وصلت إلى حد مصادرة معدات التصوير والعمل واتهام الصحفيين المغاربة بالتجسس. ورغم هذه الممارسات، تسعى الجزائر اليوم لمضاعفة عدد صحفييها في بطولة سوف تقام على أراضي مغربية، ما يطرح علامات استفهام حول نواياها الحقيقية من هذا الطلب. كنتمنى منكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.